السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بون جيت نريبوندي على هذا الاخ هذا اللي خلانا هذا لا كيسيون التساؤل تاعه. يعني شوف صبروا حد داخل في حيط ما راه فاهم والو، ولكن معليش جات عند الانسان الصح باش نفهمك. الشيء اللي قالوا لك اخي الكريم كومبلي، والشيء اللي صرا معاك انه صحيح. الزوجه تاعك كانت تخلص فيها، اوكي، رسلوا لها على التكوين ما راحتش، وقفوها لها نظرا لانه صارت غلطه في السيستم، فوتوا لها شهر. يعني نورمالمون كانوا يوقفوها لها في الشهر هذاك اللي ما راحتش فيه التكوين، مع انه فوتوا لها هذاك الشهر من بعد وقفوها لها، يعني هنا يبقاو يسالوها شهر. اوكي، كي بغيت انت تروح ديرها اش قال لك؟ قال لك رجع الشهر اللي داتو الزوجه تاعك تستفيد. حد الساعه ما كانش طالع لهم في السيستم باللي انت كانت عندك سياره من قبل. اوكي، كي دفعت انت الملف تاعك ورحت خلصت وسيبون كاع ريقلو، كي عاود رجعت عندهم طلعت عندهم في السيستم باللي انت كانت عندك سياره من قبل. وهذا الشيء الشرط اللي دايرينه في لانام انه اللي تكون عندها سياره لابغه من لا عندها 10 سنين 15 عام وبعتها، لو فات كو كانت عندك سياره، ما يهمش وينتا في 2000 في 2005 في 2010 في 2015، ما يهمش بعتها ما زالت عندك، لا يهم لو فات كو تطلع لهم باللي كانت عندك سياره ما تديش من حتى البطاله. يعني هذا الشرط هذا اللي دايرينه المركبات من الصنف 0 حتى للصنف 8. يعني اللي كان عندها سياره من هذه الاصناف هذو من الصنف 0 حتى للصنف 8 مركبات، ماشي غير سياره، باسكو كاين حتى بعض الدراجات اللي يدخلوا من الصنف 0 حتى للصنف 8. بون ما تديش من حتى البطاله. الشيء اللي قالوا لك صحيح. انت قلت لي كيفاش قبلوا لي الملف تاع المره الاولى ما كانش طالع عندهم في السيستم، ما كانش طالع عندهم باللي انت كان عندك سياره. كي عاود رحت للمره الثانيه خرجت لهم باللي انت كانت عندك سياره، قال لك لا ما نعطوها لكش. والشيء انه تقول لي بالك انا قالوا لي رد حشاوال، لا، انه الزوجه تاعك المليون ونص هذاك ولا المليون و300 اللي كانت وقت فات، كي قال لك ردها شيء طبيعي، لانه هذاك ما كانش من حقها انه تخلصوا، خلصته غلطه تردها سي بون. ضرب كيما راك ريقلو انه انت كي رحت تدفع فيها ما يعطوها لكش. الشيء اللي قالوه لك شيء طبيعي، يعني هنا ما غلطوك ما والو. نورمالمون نكون فهمت لك الشيء اللي راه صاري، عاد تكون فهمتني هاك. اذا ما فهمتيش عاود حط لي سؤال اخر ولا عاود قولي ونفهم اخي، ماشي مشكله. والسلام عليكم.